الوجه الآخر لزوزو نبيل نجمة كورة شراب ورافعة أثقال. أنا ما عشتش طفولتي ولا شبابي واتظلمت، هكذا وصفت الفنانة الشهيرة زوزو نبيل حياتها، مؤكدة إن هي عاشت وراء جدران سجن الزواج المبكر في عمر صغير. زوزو نبيل التي تحل ذكرى مولدها اليوم الأحد والذي يوافق 6 يوليو 1918 لم تكن طفلة عادية، بل ملأت حياتها بالعديد من الألغاز على حسب وصفها خلال لقائها مع الإعلامي مفيد فوزي. وأكدت زوزو نبيل إن هي لم تلعب كثيرا في طفولتها غير بالكرة الشراب، كما كانت متمكنة برفع أثقال من الحديد في نادي يدعى أبو سريع، حتى عم الظلام حياتها مبكرا حينما قرر والدها تزويجها في عمر 13 عام، ورزقت بنجلها الوحيد في عمر 14 سنة و3 أشهر حتى أصبحت الأم الطفلة. وأشارت زوزو نبيل إلى أن مآسي حياتها من الممكن تقديمها للجمهور في عمل درامي مكون من 60 حلقة، كما أن اسمها الحقيقي عزيزة إمام، بينما اسم الشهرة زوزو نبيل على اسم نجلها. لم تنتظر زوزو نبيل أن يمنح لها النجاح على طبق من ذهب، بل انتزعته بإصرارها وموهبتها الفطرية رغم معارضة والدها ودخولها عالم التمثيل في ظروف لم تكن مهيئة للفتيات في ذلك الوقت. والتحقت بفرقة مختار عثمان وتدربت حتى صنعت لنفسها مكانا وسط الكبار، ولم تتوقف حتى التقت بأستاذ المسرح والسينما يوسف وهبي لتبدأ فصلا جديدا في رحلتها الفنية، وهو القرار الذي غير حياتها بالكامل. ورغم الصعوبات أصرت زوزو نبيل على دخول عالم السينما، ووافقت في بداية مسيرتها على الأدوار الصغيرة فقط لتحقق حلمها بالوقوف أمام الكاميرا. شاركت في أفلام شهيرة مثل ساعة التنفيذ وقلب امرأة وعاصفة على الريف والدكتور، لكن انطلاقتها الحقيقية حينما شاركت في فيلم سلامة بطولة كوكب الشرق أم كلثوم، وهو الدور الذي لفت أنظار صناع الفن المصري إليها بقوة. عرفت زوزو نبيل بقدرتها الكبيرة على تقديم الأدوار المعقدة والمركبة ببراعة شديدة، ما جعل المخرجين يثقون في موهبتها، ومن أبرزهم المخرج حسن الإمام الذي أسند لها أدوارا هامة في 12 من أشهر أعماله. لم يتوقف نجاح زوزو نبيل عند شاشة السينما، بل تركت بصمة مميزة في الدراما المصرية، حيث شاركت في أكثر من 100 عمل من أشهرها محمد رسول الله ورحلة المليون وغوايش وألف ليلة وليلة وغيرهم. وكانت زوزو نبيل بترفض الاعتزال، مؤكدة أن الفنان الحقيقي بيقدم موهبته حتى آخر يوم في حياته، مشيرة لأن التمثيل يحثها على الشعور بالشباب والحيوية برغم تقدم العمر. حصلت الراحلة على جوائز مهمة عدة، أبرزها جائزة التمثيل عن فيلم أنا حرة، وتكريم خاص من مهرجان الإسكندرية السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 1996. وفي سنة 1996 وبعد مشوار طويل من الإبداع، رحلت زوزو نبيل إثر إصابتها بالتهاب رئوي وحاد وعجز في القلب، تاركة خلفها أرشيفا من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في وجدان الأجيال. ورغم رحلها يظل صدى صوتها وإبداعها يملأ شاشات السينما والتلفزيون.